السلام عليكم. خصوصا اللي بيحصل الايام دي في العالم كله، مش في مصر بس يعني، واتجاه البنوك المركزيه في العالم كله او في الدول كلها، فكرني بالنكته اللي كانت بتتكلم على ان في واحد مسطول ماشي بالعربيه. المسطول ده موت 50 واحد، فالقاضي جاي بيقول له: يا ابني انت ازاي موتت 50 واحد مره واحده كده، ازاي يعني؟ قال له: سعادتك انا هحكي لك القصه من البدايه. انا ماشي بالعربيه بتاعتي، هوب الفرامل قطعت مني، لقيت فيه قدامي اتنين وقدامي فرح، ادخل سعادتك في الاتنين ولا ادخل في الفرح؟ قال له: يا ابني الحكايه بكل بساطه ادخل في الاتنين. قلت له: سعادتك انا عملت كده، دخلت في الاتنين، واحد مات والتاني طلع يجري دخل على الفرح، اسيبه؟ دخلت وراه اجيب امه. ده بالظبط هو المبدأ اللي شغال عليه او اللي شغالين بيه البنوك المركزيه الايام دي في التعامل مع الازمات الاقتصاديه والتضخم والركود.